متهيألي زيزو أول ما نزل الملعب النهارده كده يعني قام جاي واخد نفس عميق، وبعديها قام جاي قايل في نفسه هو احنا كنا بنلعب دوري الأبطال ده ازاي؟ الأهلي النهارده قدام شبيبة القبائل عمل ماتش، الصراحة كان ماتش جامد أوي الصراحة، بس كان فيه شوية مشاكل. من أهمها إن ما شاء الله ما شاء الله التلاتة اللي قدام مضيعين كمية فرص، يعني كفيلة تكسبنا 16,000 نقطة بعد كده في الدوري. خلينا نتكلم الأول عن بداية الماتش. في البداية الأهلي بدأ بشكل منظم جدا، الأهلي بدأ إن هو لا أنا ضاغط وأنا كده كده على ملعبي بقى ومرتاح والدنيا زي الفل، فأنا مش محتاج حاجة غير إن أنا أضغط عشان أجيب جون وأخلص الماتش بدري بدري، عشان إيه؟ نريح نفسنا. تريزيجيه لوحده مضيع له 3 4 فرص. عجبني كمان في الشوط الأول ديانج إن هو كان يعني الدنيا في نص الملعب زي الفل، احنا الكرة اصلا ما بتطلعش، هم مش قادرين يطلعوا بالكرة علينا، مش قادرين ياخدوا الكرة ويبنوا هجمة، لا اي كرة او اي هجمة بتتوقف في اولها. والصراحة كان نص الملعب مقدم اداء كويس جدا في البداية. لا هو بجد الفريق محتاج مهاجم يا جماعة، محتاج مهاجم. هتقول لي ده الماتش خلصان 4، اقول لك ايوه، ما هو انت عملت فرص كتير قوي قوي في الشوط الاول بالذات. يعني انت قبل الجونين اللي احنا حطيناهم فيه بتاع 7 ضايعين، ده تريزيجيه لوحده مضيع انفرادين، وكوره ملعوبه له بالعرض عدت من جنبه، قام جاي واقع قال لك يا عم ايه ده يا عم، ما انا عايز ضربه جزاء يا عم في ايه. الاهلي الحمد لله بيقدر ان هو يسجل الهدف الاول من كورنر. طبعا يعني زيزو ما يحبش في حياته، زيزو لو سالته انت بتحب ايه في حياتك عد لي كده 3 حاجات بتحبهم، هيقول لك طبعا امي، اكيد يعني مفيش حد يكون بيحب امه. هيقول لك ابوه اكيد. هيقول لك بقى بنته بقى ومراته والكلام ده. هيقول لك العرضيات. زيزو ما بيحبش في حياته في كرة القدم قد العرضيات، ان الكرة تبقى متظبطه له ان هو يعمل عرضيه او عرضيه من كورنر. تقول لي طب وضربات الجزاء؟ اقول لك لا، هو زيزو بيحب العرضيات اكتر. انا سأل عشان الاهلي يقدر يتقدم ب 1-0 وعن طريق محمود تريزيجيه، اللي الصراحه تريزيجيه فيه ميزه خطيره جدا، ان بجد راسه شومه. يعني تريزيجيه ضايق شاكوش في راسه، اي عرضيه تحس ان هو بيخش يشوط بدماغه، ما بيلعبش عادي بدماغه عادي زي البني ادمين. عشان الاهلي يخلي النتيجه 1-0، بعديها الحمد لله بيكمل الضغط وبنقدر بكوره يعني ايه ملعوبه بالعرض من بن شرقي، كتر خير الدنيا يعني، يخش محمد شريف ويحط الجون الثاني عشان الاهلي يبقى متقدم بنتيجه 2-0. يبدا بقى ان الدنيا تهدى، خلاص النتيجه 2-0 والشوط الاول هيخلص ونقدر ناخد نفسنا بقى ونهدي كده اللعب وبتاع. لكن لا نيجي في الشوط الثاني يخش فينا جون، يعني حاجه كده عظيمه عظيمه. عشان يجي الشوط الثاني يبدا في بدايته كمان بالذات الماتش كان ماشي زي ما الاهلي عايز، احنا خلاص كسبانين 2-0 يا جماعه، الكوره معانا والناس في المدرجات مبسوطه، الناس ورا الشاشه مبسوطه، ويعني كله مبسوط والدنيا فل. لكن لا، يقرر كابتن ياسر ابراهيم وكابتن محمد الشناوي ان هم يخلوا يدخل فينا جون. بجد هو اعبط جون شفته بالظبط من فتره كبيره. يعني الحقيقه الجون اللي دخل فينا ده انا مش لاقي تفسير، الكره ملعوبه بالعرض، كره عرضيه عبيطه جدا، اللي لعبها لعيب شبيبه القبائل، لعبها مش عشان حاجه، هو لعبها يعني الراجل بيحاول. طب انت جاي عامل كده ايه ده؟ ايه ده؟ واحد يقول لي الشناوي هو السبب، الشناوي هو الغلطان. اقول لك ماشي، الشناوي يشيل طبعا جزء كبير من الجول، بس ياسر برضه يشيل. يعني هو ياسر طلع مد رجله، لا هو شالها ولا هو مثلا خبطت فيه ودخل، هو ما عملش حاجه، هو طلع مد رجله زول للشناوي وخلاص. تقول لي يا عم ده الكوره مش عارف، اقول لك ايوه ماشي، هو الشناوي يشيل اغلبيه الجون طبعا، بس ياسر برضه عليه. انت طالع يا اما تشيلها يا اما ترفعها بره يا اما تعمل اي حاجه، لكن هو طلع حرفيا مد رجله. وطبعا الشناوي برضه خروجه ما تفهمش كان طالع بيعمل ايه البوزيشن بتاع جسمه ده انا مش فاهمه. وطبعا الكوره دخلت جوه 2-1. يقول تقعد بقى ايه، قاعد بقى ربع ساعه بعديها ولا تلت ساعه، يا رب طب احنا هيخش فينا التعادل ولا هنجيب التالت؟ طب احنا يا رب هنكسب ولا جايز شبيبه القبائل يعملوها ويقوموا جايين حاطين فينا جون وهي الدنيا مش ناقصه والحاله ضنك اساسا. لكن بعد كده سيبك بقى من الاجوان بقى وسيبك من الماتش، ينزل اللعيب اللي الاهلي مفتقده بقاله فتره، امام عاشور، اللي الاهلي بقاله كتير قوي 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 مفيش لعيب بالكواليتي ده. اللعيب اللي هو احنا عندنا لعيبه كتير قدام كويسه، وعندك اللي بيعرف يرفع زي زيزو، عندك اللي بيعرف يعدي واحد لواحد مثلا ورجله كويسه شويه على الجون هو تريزيجيه، عندك ناس كويسه قدام، عندك بن شرقي حريف، لكن انت ما عندكش لعيب بيخلق فرص بقى للناس دي. يعني ما عندكش لعيب اللي هو ايه، امام عاشور اصلا في اول كره نزل فيها كره ملعوبه له وقام جاي ساندها بكعبه سنده كده، وده مش عارف مين انفراد شبه انفراد يعني كره كانت الصراحه تبين لك قد ايه ان هو لا هو عنده كواليتي مش موجوده اصلا. وانت بقى وصلت لحد هنا، فقربت شويه من الكاميرا، يا ريت تنسى تحط لايك وتشترك في القناه، خليك جدع. يعني انت وصلت لحد هنا انت راجل محترم،
في الدقيقه بعد الدقيقه 5 غالبا، لان انا بحط دايما الكليب ده في الوقت ده، احنا بعد الدقيقه 5 غالبا يعني. فلو انت وصلت لحد هنا حط لايك واشترك في القناه، والله ما تخسر حاجه يا جدع. لايك واشتراك في القناه وفعل زر الجرس، مش هيجرى حاجه. وبينزل كابتن امام عاشور عشان بعديها الاهلي. طبعا امام عاشور بيجي يشوط شوطه كده يعني ايه فاهم، تسديده مخلص النمر تجيش معاه فاهم، بتروح لطاهر، طاهر بتخبط فيه وتروح لتريزيجيه جول، والاهلي بيبقى كسبان 3-0 الحمد لله من عند ربنا كده جون فاهم، عشان الناس بقى ترتاح وتريح دماغها وخلاص النتيجه بقت 3-0 ونهدى بقى ونتبسط والدنيا تبقى زي الفل. عشان تريزيجيه يبقى حاطط جونين في ماتش هو كان ممكن يطلع حاطط ميجا هاتريك اساسا، يعني تريزيجيه في الشوط الاول بس كان ممكن يطلع بهاتريك اساسا لوحده كده من غير. بس بعديها ان القدر عايز يكافئ امام عاشور، امام عاشور اللي كان بيمر بفتره صعبه، امام عاشور اللي هو كان افضل لعيب في الاهلي قبل الاصابه وقبل المرض، الحمد لله ربنا شفاه يعني من الفيروس اللي كان عنده. تحس الكوره بتجيله بيقوم جاي شايط شوطه بتخدمه ان هي بتعمل بند وتروح للحارس وتخبط في رجله وتدخل، هي متقدره كده ان هو هيجيب جول. ما تفهمش بقى، هي الكوره جات له الراجل استلم عدل على شماله حط كوره حلوه الصراحه وبتدخل جون عشان تبقى النتيجه 4-1 من 2-1. ويا رب ويا ربنا هنكسب ولا مش هنكسب ولا ظروفنا ايه النهارده، ليه الكوره على طول بيحط الهدف الرابع. كل سنه وانتم طيبين عشان الاهلي يبقى خلاص الماتش خد ال3 نقط واتبسطوا واتبسطنا وكل الناس اتبسطت. وهارد لك طبعا لاخواتنا اللي في الجزائر النهارده، يعني شايفت القبائل كانوا كويسين في فترات من الماتش، يعني في فترات من الماتش كانوا مقدمين اداء كويس زي اول الشوط الثاني لما قبل جون التعادل كانوا على فكره بيحاولوا وراحوا بكذا كوره وعندهم كذا لعيب مميز. ولكن الاهلي الحمد لله بيقدر ان هو خلاص يهندل الدنيا ويظبط الامور ويكسب 4-1 وتبقى ايه بدايه كويسه للمجموعه، اللي هو بدل ما احنا ايه كان قبل السوبر وقبل الكلام ده الاداء كان وحش جدا، لا بعد السوبر بتكسب تقدر تاخد السوبر، تقدر تيجي تاني في اول ماتش في افريقيا وتاخد ال3 نقط عشان تبقى بتطلع. انت كنت المفروض تدوس اكتر او ان انت تحط الفرص اللي جات لك دي جوان، لكن الحمد لله 4-1 نتيجه كبيره واداء جامد جدا في مثلا ممكن 70 دقيقه مثلا من ال90 انت ماسك كوره وانت اللي مسيطر وانت اللي بتضيع اصلا. فده بالنسبه لي بعد فتره من الركود في الاداء او ان انت تكون بتقدم اداء كويس ده حاجه عظيمه جدا بالنسبه لي. قبل ما نختم بقى انا عايز اتكلم عن الراجل المظلوم. الراجل ده مظلوم قوي يا جماعه، يعني الراجل ده بجد انه بيقعد على الدكه ده بجد جريمه. الراجل ده ما ينفعش يقعد على الدكه يا جدعان. مصطفى شوبير يا جدعان بيقدم مستوى عظيم عظيم عظيم. الراجل نزل شال جونين كده بسم الله الرحمن الرحيم، نزل الراجل ستريتش في الجون الاول في الجون في الكره الثانيه اللي كانت تخش فيه، والكره الاولانيه الريفلكس بتاعه عالي جدا بيقدر ياخد رد فعل على طول ويشيل الكره قبل ما تدخل جون. يعني بصراحه عنده راجل حارس مرمى متميز، يعني بيقدم اداء الصراحه عظيم. طبعا الشناوي اتصاب فيعني ربنا يشفيه ويرجع بالسلامه، بس يا ريت انا نفسي اشوف بقى مصطفى شوبير اساسي. يعني خلاص الحياه يا جدعان، الدنيا كل حاجه بتخلص، العمر بيخلص، كيس الشيبسي اي حاجه بتخلص، اي حاجه في الدنيا بتخلص والله. يعني الماتشات بتخلص، الميه بتخلص فبتحتاج تملى ميه تاني. يا ريت بقى نخلص بقى، يعني يا ريت يا كابتن شناوي نريح بقى شويه ونلعب بقى بشوبير. والله يعني حارس يعني بصراحه ان الراجل ده يقعد على الدكه دي بالنسبه لي يعني حاجه جريمه وحاجه غير مفهومه بالمره يعني. فيا ريت الفتره الجايه نبدا نشوف شوبير اساسي. ويا كابتن شناوي يعني كتر خيرك عملت كتير للنادي، يا ريت بقى ايه نشوف الراجل ده بقى اساسي شويه لانه محتاج ياخد فرصته الصراحه. بس يا سيدي ده وصلت لحد هنا، فانت راجل محترم ومجدع وحاجه عظيمه قوي الصراحه، وانا بحبك قوي على فكره. يعني ما قلتلكش كده كتير بس بقول لك دلوقتي ان انا بحبك الصراحه. يعني لو انت وصلت لحد هنا فانت حاجه زي الفل يعني. فياريت طالما انت بقى وصلت لحد هنا ما تقفلش الفيديو وتمشي، يعني انت وصلت لحد هنا حط لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس خليك جدع. ولو عايز تقول حاجه قولها في الكومنتات واعمل شير للفيديو وابعته ل3 4 اصحابك، يعني مش هيجرى حاجه. ماشي، سلام يا معلم.